أبو نور الشريف كان في فيلم آخر الرجال المحترمين. القصة إن نور الشريف لما اتولد بعد فترة بسيطة بقى يتيم، وراح عاش هو وأخته مع عمه وعمته، وكان عنده 6 سنين في الوقت ده، وكان فاكر ساعتها إن هم أبوه وأمه، لحد ما اكتشف بالصدفة الحقيقة، لدرجة إنه كان فاكر إن اسمه محمد إسماعيل مش محمد جابر، وبقى نفسه يشوف صورة لوالده، بس قالوله ما كانش بيحب يتصور. وبعد ما كبر نور الشريف وبقى من أهم نجوم السينما في مصر، كل ده ما كانش شاف أي صورة لشكل والده، لحد ما راح عند عمته، وفي يوم بالصدفة شاف لأول مرة صورة والده اللي كانوا مخبيينها منه. خد نور الصورة وكبرها، وبعد كده في نفس السنة اتعرض عليه سيناريو فيلم آخر الرجال المحترمين، وقرر نور الشريف انه ينتج الفيلم ويهديه روح والده، لانه نفس الشكل اللي ظهر بيه نور الشريف في الفيلم هو نفس شكل والده، النضاره والشنب المتحدد واللبس اللي شافه نور الشريف في الصوره. وان شخصيه الاستاذ اللي ظهر بيها نور الشريف في الفيلم كان تصور لشخصيه والده آخر الرجال المحترمين.